السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الميني كرواسون في البيت، سهل وجميل وطعمه باذن الله هيعجبكم. اول حاجة هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد كده المقادير بتاعتي البسيطة دي: كوباية من الزبادي، وعليها كوباية من الدقيق، وعليها معلقتين كبار من اللبن البودرة، وهحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وفي هنا نص كوباية دقيق انا سندها هنا على جنب. هفضل اقلب كده المكونات. اول ما الاقي كده كل المكونات اختلطت ببعض، وما تنسوش يا جماعة رشة الملح بس. اول ما الاقي كده المكونات اتخلطت ببعض، هحط نص كوباية الدقيق في بعديها بشوية زي ما انا عملت كده بالظبط. بس كده وهقلب. هي العجينة بتبقى قوامها بيلزق بس مش قوي، شايفين؟ بس كده انا هحط بقى، عايزة اطلع العجينة واحط فيها شوية زيت من تحت. بس هحطها كده، هجيب المفرش السيليكون بتاعي هحطه على الرخامة، واحط في البولة كده شوية زيت، وهرجع العجينة مكانها بس كده. او هسيبها بقى ترتاح حوالي 10 دقايق، وهركنها على جنب. وفي ال10 دقايق دول هجيب بقى كده باكو من الشوكولاتة او اي كمية، يعني تقضي الكمية اللي انت عملتيها. بس كده هجيبها واقطعها لمكعبات صغيرة. يعني المكعب ده هقسمه كده على 4، شايفين بالشكل ده بالظبط. حاول اقسمه على 4. المهم تكون قطعة الشوكولاتة تبقى قد الكرواسون بالظبط، عشان الكرواسون ده ميني كرواسون صغير خالص. المهم خلاص، انا كده الشوكولاتة اللي هنحشي بيها الكرواسون هتكون كده عدت حوالي 10 دقايق. شايفين قوام العجينة؟ هو المفروض يبقى كده. احط بقى شوية دقيق على الرخامة او المفرش، وافردها كده كويسة خالص. واهم حاجة برضو ايديا احط لها كده حبة دقيق بس كده. ونحط برضو من فوق على العجينة شوية برضو تاني دقيق. وهجيب بقى مربع الشوكولاتة واحطه كده في العجينة والفها بالشكل ده بالظبط. ونحاول نشد كده الحتة الصغيرة الديل اللي في الاخر ده، واللي كده على الكرواسون. هيوفر خالص يا جماعة معاكم. الوصفة دي مش مكلفة خالص. انا يعني هو الكيس اللي احنا بنشتريه من بره بيبقى فيه حوالي 4 ولا 5 ب5 جنيه، تمام؟ والكيس ب5 جنيه. فانا هنا عملت حوالي 20 قطعة من المولتو او الكرواسون. عملت حوالي 20 قطعة او حاجة و20 قطعة. فلو هما 20 كده مفروض تكلف معايا لو انا هشتري من بره ب20 جنيه. انما انا ما كلفش معايا غير علبتين الزبادي ب5 جنيه وبس. تاني مفيش اي حاجة تاني. بيكنج باودر اكيد متوفرة في البيت، والدقيق ممكن لو كنا حسبنا معلقتين لبن البودرة 5 جنيه. كده 10 جنيه. يعني انا موفرة اكتر من 10 جنيه، موفر جدا، وطعمه باذن الله هيعجبكم. الخطوة المهمة ان احنا الزيت يكون في المتوسط، ما يكونش حامي خالص ولا يكون واطي خالص، لان الزيت لو سخن خالص هيخلي الكرواسون يشرب زيت، ياخد لون وينشف مننا. انما لو هو واطي خالص برضو هيشرب زيت خالص، وهيبقى مش حاجة حلوة. انما لما الزيت يبقى في المتوسط هيبقى اخد لون حلو واستوى من جوه، وفي نفس الوقت مشربش زيت بس. فالمهم ان احنا يبقى في درجة حرارة متوسطة وبس كده. اول ما اتأكد ان هو اخد لون من كل النواحي، انا هصفيه كويس كده وهحطه على طبق وبس. هو ده شكله.
وكل ما يطلع من الزيت او من على النار كل ما بيقعد بره كده بنغطيه وبيطرى، يعني كل ما هيقعد معاكي كل ما هيطرى. اهم حاجه ان احنا نغطيه، ده لو قعد يعني معاكي في البيت لفتره طويله. وبس كده، شايفين شكلها واخده لون حلو من جوا كده. الشوكولاته بتكون طبعا ساحت وبتبقى بالشكل ده. والعجينه مستويه وهشه من جوا كده، هي العجينه اصلا خفيفه، يعتبر دقيق وزبادي بس. واللبن البودرة مخلي العجينة ليها طعم حلو. شايفين الشوكولاتة والطبقات والعجينة كمان، شايفين مستوية وطرية. وبس كده، لو وصلتوا لغاية هنا ونسيتوا ما تحطوا لايك، يا ريت تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وتشجعوني ان انا انزل فيديو جديد. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه، يا ريت فضلا وليس امرا تنزلوا وتشتركوا تحت في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو اول ما ينزل. واكتبوا لي كومنتات وقولوا لي رايكم فيها ايه، وجربتوها ولا لسه، وعجبتكم ولا لا، او اكتبوا لي نفسكم اعمل لكم ايه تاني. وما تنسوش اللايك علشان يرفع الفيديو ويشجعني كمان. شايفين العجينه، اهم حاجه ان احنا نغطيها. بصوا كنت بقول لكم ان هي مش شاربة زيت علشان كانت درجة حرارة الزيت في الوسط. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وهسيبكم في حفظ الله ورعايته، ما يكونش الفيديو تقيل عليكم، واسيبكم في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.